بينما كانت أنفاس الشابة سلمى تتسارع في سباق مرير مع الزمن، وبينما خيم اليأس على قلوب عائلتها، جاء الخبر الذي انتظره الملايين من نداء استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى استجابة ملكية فورية غيرت المجرى تماما. اليوم سلمى ليست وحدها في معركتها ضد المرض النادر. في صرخة إنسانية مؤثرة وجهتها الشابة المغربية سلمى للملك محمد السادس، تفاعل العاهل المغربي بشكل شخصي مع حالتها الحرجة. سلمى التي تعاني من مرض نادر وخطير على مستوى الرئة لم تكن تطلب سوى حقها في التنفس، وهو ما تحقق بصدور تعليمات ملكية سامية للتكفل الكامل بحالتها الصحية وتوفير أرقى مستويات العلاج. ووفقا لآخر المعطيات، ترقد سلمى حاليا في المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، حيث تخضع لفحوصات دقيقة ومعقدة تحت إشراف نخبة من الأطباء العسكريين. الهدف هو تحضيرها لخطوة مصيرية، وهي النقل الجوي إلى الخارج لإجراء عملية جراحية نادرة لزراعة الرئة، وهي من أصعب العمليات الطبية عالميا. وفي الوقت الذي انتشر فيه إشاعات مغرضة تتحدث عن وفاتها، مؤكد لكم من مصادر موثوقة أن سلمى لا تزال تقاوم وحالتها مستقرة وتستجيب الرعاية الطبية. الملك لم يأمر فقط بالعلاج، بل وجه بتحكم وبتحمل كافة تكاليف العملية الجراحية الضخمة في الخارج، وهو ما يجسد قيم التضامن التي عهدها المغاربة في ملكهم اتجاه أبناء شعبه في المحن. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.